حبايبي طلاب الصف الاول الثانوي، طبعا موعدنا مع يونت 2، وزي ما اتفقنا ان احنا دايما كل يونت هنلخص الجرامر بتاعنا لحد لما تطلبوا مني ملخص حاجه تانية، وان شاء الله هنعمل مراجعه على يونت 1 ويونت 2، حل فوكاب وجرامر كل حاجه. بس تابعونا على القنوات بتاعتنا وخليك معايا، خلي بالك الشاطر شاطر واللي مش شاطر هيفضل مش شاطر. طيب هنبدا في secondary 1 grammar unit 2. طبعا في الجرامر بتاع يونت 2 بيتكلم على حاجه اسمها المودال اور مودال فيربس. يعني ايه المودال فيربس؟ اللي هي الافعال ناقصه اتسمت كده لكذا سبب، منها ان هي ملهاش تصريفات في البريزنت، ملهاش تصريفات في الباست، ملهاش تصريفات في الفيوتشر. المهم ان المودال فيربس اللي علينا اللي هنشتغل بيهم هم should اول واحده، وهنشتغل must، وهنشتغل has to وhave to. وطبعا زي ما بنعمل في الجرامر احنا بناخد الرول وبناخد النوتس اللي عليه، وبعد كده بنبدا نحل على جزء جزء. النهارده ان شاء الله هنبدا بshould and shouldn't. طبعا should and shouldn't دول من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين نركز عليهم دايما في حاجه اسمها advice. يعني دول بنستخدمهم اكثرا لايه؟ للادفايس. advice اللي هي النصيحه. طيب تعالى نشوف مع بعض كده. طبعا احنا هنشرح النهارده من كتاب المعاصر. اول حاجه عندي should and shouldn't plus verb infinitive. خلي بالك ان انا عندي should و shouldn't. اول رول عندي في should or shouldn't الاتنين ما ينفعش يجي بعدهم to. يعني يوم ما تلاقي بعدهم to الverb infinitive طبعا mistake. انا بحط الverb infinitive. يعني ايه الverb infinitive؟ يعني without adding anything، يعني الverb في شكله الاساسي. زي you should، ما قاليش to work، قال لي ايه؟ work hard. طب لو قال لي should to work، طبعا mistake على طول، غلط، ما ينفعش. طيب يبقى should work. you shouldn't get up late. طبعا احنا بنستخدمها for giving advice، عشان ندي نصيحة. عشان ندي ايه؟ نصيحة. طيب دايما لما اكون حيران محتار واطلب النصيحة، دايما السؤال بتاعي what should I do؟ تيجي سيادتك محتار اذاكر ازاي؟ طب ابتدي منين؟ طب اروح فين؟ طب اجي منين؟ what should I do؟ المفروض اعمل ايه؟ what should I do؟ المفروض اعمل ايه to get high marks، عشان اجيب الهاي ماركس. او should I take rest after school؟ وهنا I ask for advice، انا بسأل على النصيحة. اوكي، دايما ممكن نستخدم كلمة should. خلاص احنا قلنا advice النصيحة، هتيجي تنصح حد هتستخدم كلمة should. واقدر استخدمها عشان نعمل حاجة اسمها suggestions او اقتراحات. هقترح ازاي؟ اقول لك you should travel by plane it's much faster. انا كده بدي لك ادفايس بس بعمل لك اقتراح، بعمل لك ريكومنديشن بكلمه should. يبقى ده الاستخدام الثاني لshould. طبعا she should join a sports club it will help her keep fit. it's my opinion، ده رايي، بس ده رايي الشخصي. فانا ممكن استخدم should to express my personal opinions، ان انا استخدم المقترحات الشخصيه بتاعتي. you should join a sports club it will help you keep fit. خلي بالك سما should be careful. هنا الverb to be. هنا ايه؟ الverb to be اللي هو هيكون جاي لك في الاختيارات am ولا is ولا are ولا be. طبعا انا لازم اجيب الverb infinitive، فطبعا هنجيب الverb to be هتبقى should be careful to pass the driving license. سما shouldn't be careless، يبقى انا حطيت بعد be الادجكتيف. should Sama be careful to pass the driving test؟ why should Sama be careful؟ كل ده استخدامات should. اهم حاجه في should ان انا بحط الverb infinitive. خلي بالك ان انا عندي في كلمه should be I should be
careful. الجملة دي كده active. معلومة، أنا عارف مين اللي المفروض يبقى careful. أنا اللي المفروض أبقى careful. ركز في الجملة الجاية. She should help her mom. ابتدي لي بكلمة her mom. يبقى أنا لازم أغير الجملة أخليها إيه؟ أخليها passive. برافو عليكم. أخليها her mom. وهنزل الهيلبنج فيرب كلمة should. هنا هستخدم كلمة be، ولازم هجيب الباست بارتيسيبل لكلمة help هتبقى should be helped. يبقى her mom should be helped by her، أو ممكن ما أكملش الجملة by her. يعني أنا دلوقتي عندي should be وعندي should be. لو جه بعدها adjective noun جه بعدها place يبقى الجملة دي active وماليش دعوه بيها خالص. لو هي جه بعدها should be بعدها التصريف الثالث للفعل اللي هو الباست بارتيسيبل يبقى الجمله دي باسيف مش اكتف. اوكي طيب نرجع. طبعا you should revise your essay again دي active اللي هي معلوم. طيب انا عاوز ابدا بكلمه your essay اهو should be revised. حطيت should be والpast participle وهي دي الرول بتاعتي. طيب ندخل بعد كده على must و mustn't. برضو الرول زيها شبهها بالظبط should. بالظبط شبه كلمة ايه؟ should. بس must إلزامية أكتر. must بنستخدمها عشان نعبر عن كل القوانين بتاعة الدولة. كل القوانين الإلزامية بنستخدم فيها كلمة must. drivers must follow traffic rules. الترافيك رولز دي بتاعت مين؟ ما دي بتاعت الدولة. كل قوانين الدولة لازم نستخدم معاها كلمة must. ما ينفعش should advice وmust اقدر استخدمها في الادفايس برضو. بس should انا بنصحك عملت ما عملتش براحتك. اوكي انما must الزامية اكتر. خلي بالك انت لو ما عملتش، لو الدرايفرز دول never found او never follow the traffic rules هيحصل لهم ايه؟ اول حاجه هياخدوا فاين، هياخدوا غرامه. تاني حاجه هيحصل لهم حوادث، يعني في ضرر داخلي وضرر خارجي وهيبقى في غرامات. خلاص فهنا الزاميه اكتر. You mustn't smoke in the hospital لمصلحتك اولا ان انت you mustn't smoke ده من الداخل، وخارجا انت في مستشفى سيادتك ممكن اي مريض بسبب الدخان بتاعك يموت، فانت كده في الزام خارجي والزام داخلي. يبقى you mustn't smoke in hospitals. اهم حاجه في كلمه must and mustn't اهو زي should and shouldn't بنستخدم معاهم الفيرب infinitive without to من غير ما نستخدم كلمه to. طيب نقدر نستخدم must مع كلمه I وكلمه we. انا بفكر نفسي بحاجه مهمه، بفكر نفسي بحاجه ايه مهمه، حاجه ضروريه. I must go and buy some bread before the bakery is closed. before the bakery is ايه closed. يبقى انا بفكر نفسي بحاجه مهمه قبل ما البيكري ايه، البيكري اللي هو الفرنه بتاعت العيش قبل ما تقفل. We mustn't go out without telling our parents. طبعا احنا بنفكر نفسنا بالرولز بتاعت البيت، القواعد بتاعت البيت اللي بابا وماما مديهم لنا. دايما بتستخدم في حاجه اسمها strong invitation or warning. strong invitation or warning. You must come and try mom's food. I'm sure you will like it. دي انا باكد عليك، انا بقول لك لازم تيجي. هي دي فيها جزء من الانفيتيشن، بس الانفيتيشن دي اسمها warm invitation. انا باكد عليك عشان انت قريب قوي مني. اوكي you mustn't make friends with this bad person. it's a warning. ده تحذير. اوكي you must stop smoking. طبعا دي اسمها strong advice وده شخص برضو مقرب ليا. يبقى المقرب ليا ليه warm invitation وليه strong advice وليه warning. اوكي you mustn't smoke. it's harmful for health. طيب you must stop using your mobile while driving. طب تعالى النيجاتيف بتاعها you mustn't use your mobile while driving. must we stop using our mobile while driving. خلي بالك السؤال بتاع must ده لما ابدا بيه الجمله بيكون فيه جزء من الاعتراض.
عامل زي لما تقول ايه يا ماما، هو انا كل شويه انزل انا اللي اجيب الحاجه؟ هو ده سؤال. هو انا لازم اذاكر؟ يبقى في هنا زي نقد او في اعتراض في الصيغه بتاعتي، فاقدر استخدم كلمه ايه؟ must we stop using while driving؟ انا نفسي ما بطلش، بس طبعا سيادتك هتموت لو اشتغلت بالموبايل اثناء driving. what must we stop doing while driving؟ وهنا السؤال بتاعي what، وهنا بسأل على الحاجات الإلزامية. الباسف بتاعي زي should بالظبط، must follow the traffic rules. عاوز ابدا بكلمه the traffic rules. the traffic rules must be followed by everyone، بس الافضل طبعا ما تحطش by everyone. طيب، مقارنه سريعه ما بين must و should. هنا should النيجاتيف بتاعها shouldn't، وهنا must النيجاتيف بتاعها mustn't. هنا advice بنستخدمها في الايه؟ في الادفايس. هنا بنستخدمها في السترونج ادفايس. هنا بنستخدمها عشان نعمل recommendation. طب هنا بنستخدمها عشان نعمل warm invitation. واتفقنا ان هنا مع الاي والوي you remind yourself، بتفكر نفسك بحاجه ايه؟ مهمه. طيب الاثنين بيجي بعدهم الفيرب انفينيتيف. طب الباسيف بتاع should اللي هو المبني للمجهول، هبدا بالاوبجكت، بعد كده اروح حاطط should او shouldn't او must or mustn't، واروح حاطط be plus past participle التصريف الثالث للفعل. اوكي، ده الباسف بتاعهم كلهم سواء should shouldn't must mustn't. خلي بالك ان انا اقدر استخدم كلمه should have PP. خلي بالك من الصيغه دي should have والتصريف الثالث للفعل. هنستخدمها امتى؟ عشان اعبر عن regret، الندم، ندمان على حاجه. لما اجي اقول لك بس الندم ده حاجه حصلت في الباست انا ندمان عليها. لما اجي اقول لك ايه؟ I should have studied harder. كان لازم اذاكر اكتر من كده. انا كده بندم regret or blaming. لما تيجي تقول لي ايه؟ you should have come on time. You lost because of that. You should have come on time. كان لازم تيجي في ميعادك، انا بلومك، انت خسرت علشان كده. يبقى البليمنج والريجريت بنستخدم فيهم should have plus past participle. طبعا الصيغه دايما في الباست، انا دايما بندم على حاجه حصلت في الماضي او بلومك على حاجه حصلت في الماضي. دي should have plus PP. خلي بالك من النوتس دي عشان دي اسئله كلها بتجيلك في الري رايت. يعني الجزء ده دايما يجي لك فين؟ في الري رايت. You ought to or oughtn't to ought not to دول بدايل كلمة should. It's better to plus verb infinitive. It's better not to plus verb infinitive. كل دول بدايل should. It's desirable, undesirable. It's advisable, it's inadvisable. I advise you, my advice, you'd better. It will be a good idea. It would be sensible. The best thing to do is to أو is. If I were you, I'd plus verb infinitive.
كل دول بدايل should. طب السؤال يجي لي ازاي؟ يجي يقول لي if I were you I would travel. يجي يقول لي استخدم كلمة ايه؟ should. ده في الري رايت. طيب بقول له لو كنت مكانك كنت ايه؟ كنت سافرت. يبقى الإجابة بتاعتي you should travel. I'd be better if I'd be better if plus past simple. كل ده بدايل if. طيب تعالى امثله كده. You should do your best to pass the exam. It's to do your best to pass the exam. طيب فاضل لي اخر حاجه has to و have to عشان نبدا نحل على الجزء ده. قلنا need to و needn't plus verb infinitive. have to و has to plus verb infinitive بنستخدمها امتى؟ بنستخدمها عشان تعبر عن الالزام الخارجي. يعني ايه؟ انا مجبر ان انا اعمل الحاجه دي، زي الالتزام بالقوانين والقواعد في مواقف وحالات محدده، اي لا يوجد اختيار للفرد. I have to arrive at work at 9 sharp. My boss is very strict. يبقى انا دلوقتي بتكلم على حاجه خارجيه الزمتني. انا نفسي ما اعملش كده، بس انا عشان المدير بتاعي my boss is very ايه؟ strict. فعشان كده I have to arrive at work at 9 sharp. طيب he has to pass his exam or the university will not accept him. يبقى انا مجبر ان انا اعدي. ممكن اعدي وخلاص، بس انا لازم اعدي علشان ايه؟ هو عامل لي شرط هنا the university will not accept him. طيب النيجاتيف بتاع has to و have to don't or doesn't have to. You don't have to get up early on holidays. You haven't to غلط. He doesn't have to leave now. He hasn't to طبعا mistake. يبقى كلمة has to النيجاتيف بتاعها doesn't have to، كلمة have to النيجاتيف بتاعها don't have to. اوكي؟ You mustn't leave now معناها مش مسموح لك انت تمشي. It's not allowed. You aren't allowed to go. طيب You don't have to leave now مش مضطر. خلي بالك دايما ترجم كلمة don't have to معنى غير مضطر، غير مجبر. اوكي؟ طيب had to هي الباست بتاع كلمة must، وبتاع has to وبتاع have to، بس خلي بالك ان هي الباست بتاع must في حاجة معينة. لو انا ما بعملش حاجة اسمها deduction يبقى must هنا لو بتكلم على الزام واجبار يبقى الباست بتاعها had to. I had to break the door because I had lost my keys. طب انا هعرف ازاي في الامتحان استخدم had to ولا استخدم has to ولا have to؟ لو لقيت اي حاجه تدل على الباست سمبل هنستخدم كلمه had to. ردينا didn't have to do. طيب النيجاتيف بتاع had to didn't have to. طيب تعالى بقى نستخدم كلمه need to او needed to express some necessity. خلاص لما اجي اقول لك I need to go to bed earlier نفسها زي I have to go to the bed earlier. He needs to do something about his old house. Don't need to doesn't need to بيجي بعدها الverb infinitive. الاثنين ينفع نحط كلمة ايه؟ needn't infinitive. يعني الفرق ما بين كلمة needn't وبين كلمة don't أو doesn't need الفرق ما بينهم إن دي تاخد to إنما دي ما تاخدش to. الاثنين بيجوا بعدهم الverb infinitive. You don't need to carry all these bags. You needn't carry. طب لو كتبت needn't to carry طبعا mistake. طيب didn't have to needn't have PP. الاثنين معناهم الفعل في الماضي كان لازم يحصل بس في واحد حصل واحد ما حصلش. didn't have to معناها ان انا ما عملتش الفعل عشان ما كانش ايه؟ يبقى الفعل هنا ما حصلش. needn't have PP معناها ان انا عملت الفعل بس الفعل ده ما كانش ليه لزوم. يعني I didn't have to buy cheese ما كانش لازم اشتري cheese because we have much يبقى معناها ان انا I didn't buy ما اشتريتش. انما I needn't have bought cheese we have much معناها
ان احنا اشترينا واحنا عندنا كتير، يبقى احنا عملنا فعل ملهوش ايه؟ ملهوش لزوم. طيب البدايل بتاعت has to, have to, must. It's necessary for a mere to. It's necessary for someone to plus verb infinitive. It's necessary for us to follow. It's خلي بالك دي لعبة كبيرة. A necessity or a must for someone to. It's a necessity for Amir to arrive early. It's a must for us to follow the rules. طبعا you mustn't park here معناها you aren't allowed to park here. ده منع وتحذير تماما. You aren't allowed to park here معناها parking here isn't allowed. طيب it's against the law to park here. كلهم بنفس المعنى، كلهم معناهم you mustn't park here. You aren't permitted to park here معناها parking here isn't permitted. معناها isn't permitted to park here معناها you mustn't park here. It's banned to park here. It's banned to park here. You are banned from parking here. خلي بالك لما ابتديت ب you are banned استخدمت ايه؟ from. لما ابتديت بكلمة it's not permitted to. لما ابتديت بكلمة allowed isn't allowed. allowed بتاخد to. انما كلمة banned اخدت from. It's prohibited to أو it's prohibited to park here أو you are prohibited from parking here. It's forbidden or illegal to plus verb infinitive. It's forbidden to park here. طب تعالى الناحية التانية. You're forbidden from parking here. يبقى أنا عندي اتنين from. banned وإيه؟ forbidden. اوكي يبقى عندي prohibited كلمة banned كلمة forbidden بياخدوا from لما يكون الصيغة بتاعتي passive. تعال نحل مع بعض. check what you have learned. امشي معايا واحدة واحدة. I can give you a lift to the airport. You to take a taxi. يا ترى هستخدم needn't مع to؟ طبعا ما تنفعش needn't مع to. don't need to إجابة صح. You must to must ما تجيش مع to. You have to تنفع. يبقى أنا عندي إجابتين صح. عندي don't need وعندي كلمة have to. أنا بقول لك إن أنا هوصلك يبقى أنت لازم تاخد تاكسي ولا مش محتاج إن أنت تاخد تاكسي؟ يبقى هنستخدم كلمة don't need to عشان خاطر المينينج هنا. طيب you not turn this music down before your dad gets angry. انا هقول له من الافضل ليك ان انت توطي صوت الميوزك. you need من غير to طبعا تبقى mistake. ought من غير to mistake. had better تنفع. must to ما تنفعش. يبقى الوحيدة had better. ليه؟ عشان had better بيجي بعدها الverb infinitive without to. you allowed to drive. allow لازم يكون قبلها am is are plus كلمة allowed. you aren't allowed to. عماد cut his leg مش معناها قطع رجله معناها جرح رجله. and go to hospital for treatment محتاج يروح الهوسبيتال عشان يتعالج. يبقى عماد cut his leg. cut دي في زمن فكر شوية. cut هنا في زمن الباست. طب عرفت منين؟ ما هي لو بريزنت كنت خليتها cuts. يبقى انا محتاج حاجه هنا في زمن الباست. should مش في الباست. need to مش في الباست. has to مش في الباست. الوحيده اللي في الباست هي كلمه had to. students not follow the rules of the schools. التلاميذ can follow ولا must follow ولا may follow ولا might follow. انا هنا في الزام تبقى must follow. There is a no smoking sign. في علامة no smoking يعني سيادتك هتاخد غرامة لو عملت كده. هتتمنع هتتحبس. خلاص. We smoke here. هتبقى we mustn't smoke here. طب shouldn't صح؟ بس دي advice. shouldn't هنا advice نصيحة. والنصيحة دي ممكن تعملها وممكن ما تعملهاش. ما كانش حاط لك
يافطه مكتوب عليها no smoking. You space come and try mom's food. I'm sure you will like it. هنا انا بعمل لك حاجه اسمها warm invitation. هتبقى you must come and try my mom's food. We space learn computer skills at school because they are very useful. We should learn computer skills. طب ليه اخترت should learn computer skills؟ عشان كلمة mustn't مش هتبقى مع كلمة useful، حاجة مفيدة مش لازم اعملها ولا لا؟ المفروض ان انا اعملها. المفروض ان انا اعملها هتبقى should. ودي advice. You space do the shopping now. I'll do it later. هعمله بعدين. يبقى انا مش مضطر اعمل الشوبينج دلوقتي. يبقى you mustn't ولا must ولا have to ولا needn't. انت مش محتاج اصلا تعمل الشوبينج دلوقتي. خلي بالك ان mustn't مفيش عقاب، مفيش قانون، مفيش الزام شديد. You space make noise in the library. It isn't allowed. مش مسموح لك. يبقى isn't allowed بنفس معنى كلمة mustn't. Vegetables should. الفيجيتابلز هيغسلوا ولا يتغسلوا؟ هتبقى be washed. should be washed وهنا ده passive. You must help your mom. ولو كان قايل لي هنا by your mom هتبقى be helped. يعني لو كان في by كنت هختار be helped. Your mother must be helped اهي عشان دي passive، يبقى دي active ودي passive. You space go to the pyramids when you are in Giza. They are great. أنا بعمل هنا إيه؟ recommendation، وإحنا قلنا recommendation هنستخدم كلمة should. You not drink any coffee. It's not good for your weak heart. أوكي دكتور، خلي بالك ده دكتور. الدكتور هيقول لك you should ولا يقول لك you shouldn't ولا يقول لك you mustn't. سيادتك هتموت بيقول لك weak heart هتبقى you mustn't drink in coffee. بيتكلم مع دكتور ويقول لك weak heart يعني دي حاجه هتضر صحتك هتبقى you mustn't drink any coffee. You lies. يا ترى هتبقى shouldn't telling يعني shouldn't بعدها الفيرب ing احنا اتفقنا ما تنفعش. mustn't tell صح. should tell هنكذب لا. must tell ما تنفعش. الوحيده اللي تنفع كلمه mustn't tell. obey معناها يطيع. my parents all the time هتبقى you أو I must. هنا بفكر نفسي بحاجة مهمة. I remind myself with something important هتبقى I must obey my parents all the time. To drive a car one must get a license first عشان هتاخد مخالفة وتتغرم. If you are still in Egypt you attend my wedding. You're my closest friend. أقرب واحد من أصحابي، وإحنا قلنا دي اسمها warm invitation. warm invitation هنستخدم كلمة must. I'm taking an early train tomorrow. I drink too much coffee. I need to ولا should drink too much coffee. I am taking an early train tomorrow. Drink too much زيادة عن اللزوم. يا I mustn't. أنا مش لازم أشرب قهوة كتير. وهنا I remind myself with something important. وهنا أعتقد اتدربنا على كل الحالات بتاعت should و must و have to. تعالى بقى نلخص الكلام ده كله. نرجع back to whiteboard. أوكي. احنا اخدنا should وبدايلها النيجاتيف بتاعها shouldn't، واقدر استخدم كلمة I'd better if I were you I would. اقدر استخدم it's visible. It's better. It's
good, it's worth, I advise you. كل دي بدايل should and shouldn't. طيب أخدنا has to و have to. أهم بديل ل should هو كلمة ought، بس محتاجة معاها to أو oughtn't to. has to و have to بدايلها it's necessary or it's important. والنيجاتيف بتاع has to و have to doesn't have to و don't have to. أو الباس بتاعها had to والنيجاتيف بتاعها didn't have to. البديل بتاع it's necessary, it's important or it's a necessity. أخدنا كلمة has to و have to. البديل بتاعها كلمة need أو needs to. need or needs to. النيجاتيف بتاع has to و have to doesn't or don't has to هتتحول ل have to عشان طبعا doesn't أو need to. أقدر أبدلهم كلهم بكلمة needn't plus verb infinitive. أخدنا كلمة must و has to و have to كلهم الباست بتاعهم had to. أخدنا should have to معناها blame or regret، يا إما لوم يا إما ندم. أخدنا كلمة didn't have to معناها إن هو عمل الفعل ولا ما عملهوش؟ ما عملهوش، يبقى he didn't do the verb، ما عملش، لم يفعل. طيب كلمة needn't have bought الفعل needn't have plus past participle الفعل اتعمل بس ما كانش ليه لزوم، it wasn't necessary. أخدنا بدايل كلمة mustn't it's forbidden or prohibited banned isn't a must isn't necessary allowed or not allowed وطبعا قبلها am و is و are. طيب ده كان معانا ملخص كل يونت 2 باختصار شديد جدا طبعا في الجرامر. وزي ما اتفقنا مع بعض لو احتجتوا حاجه في الفوكاب ابعت لي وقول لي لو في نقطه معينه محتاج اشرحها لك تاني في الجرامر، محتاج في نقطه تتوضح، في سؤال مش باين، برضو ابعت لي في الكومنتس وانا هقول لك الانسرز كلها. اوكي، اشوفكم على خير ان شاء الله في الوحده الثالثه، وان شاء الله قبل الوحده الثالثه هنكون عاملين مراجعه على الوحده الاولى والثانيه.